السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، بقالي حوالي اسبوعين ما بنزلكوش فيديوهات، عذرا يعني. بس ان شاء الله راجعين بقوة باذن الله. النهارده هنعمل مع بعض كيك حلو قوي زي ما انتم شايفينه كده، طبقات، ومن جوه هيبقى شكله ظريف ولطيف وكمان هش. وكمان المفاجأة ان هو في الخلاط مش هياخد منك وقت نهائي، ومقاديره بسيطة وسهلة، هتحفظيها وهتعمليه كل يوم بطريقة اسهل ما يكون. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي، وطريقة التحضير كمان اسهل ما يكون. قبل اي شيء نقول بسم الله توكلنا على الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. واللهم ارحم امواتنا جميعا يا رب العالمين، وارحم والدي ووالدتي اللهم امين. الخلاط زي ما انتم شايفين معانا كده، هننزل في الخلاط ببيضتين يكونوا حجمهم كويس كده محترمين، مش صغيرين. وهنحط معاهم فانيليا، لو عندك فانيليا بودر او سائله اللي يريحك. وهننزل بكوبايه من اللبن وكوبايه من السكر ونص كوبايه من الزيت. وطبعا البيض زي ما قلنا ننزل معاه بالفانيليا، اوعى ننساها. ودي معلقه كبيره او معلقه ونص من الخل. طبعا احنا بنحط الخل عشان نخلي قلب الكيك لونه ابيض، لو انت تعمليه ابيض خالص مش تحطي فيه شوكولاته، وكمان بيديله هشاشه من جوه كده وتحس ان هو طري معاكي. ادينا لهم بقى ضربه كويسه جدا جوه الخلاط زي ما انتم شايفين الاول، وبعدين رجعنا حطينا باكو كامل من الكيك شيف. الكيك شيف انضف الانواع اللي ممكن تحطيها للكيكات، او اللي هو ايه التورت او الكلام ده. الحلويات يعني بتبقى فيها المحسنات بتاعتها حلوه جدا. طبعا جبنا بقى المواد الجافه بتاعتنا اللي هم كوبايتين من الدقيق وعليهم ذره من الملح. كوبايتين من الدقيق وعليهم ذره من الملح، ونزلنا عليهم بالخليط كله اللي احنا خلطناه. هنزل لكم المقادير دلوقتي على الشاشه زي ما احنا متعودين. وطبعا طريقه التحضير زي ما انتم شايفين الموضوع سهل وبسيط جدا جدا، اسهل ما يكون. هرجع اقول لكم تاني، نزلنا في الخلاط ببيضتين وعليهم فانيليا وكوبايه من السكر وكوبايه من اللبن وكمان نص كوبايه من الزيت، وضربناهم كويس جدا. وبعدين رجعنا حاطين عليهم باكو كامل من الكيك شيف، انضف الحاجات اللي ممكن تستخدميها في الكيكات والمعجنات. لو بتاخدي منها من البيكنج باودر حطي كيك شيف حلو جدا. خلطنا بقى الخليط زي ما انتم شايفينه كده على الكوبايتين من الدقيق وذره الملح. وهنرجع بقى بعد ما خلطه زي ما انتم شايفينه، قسمنا الخليط لجزئين. اخدنا نصه كده في الابيض زي ما هو كده زي ما انتم شايفينه في اي بولتين عندك، والجزء التاني هناخده عشان نعمله بالشوكولاته. هنعمله ازاي بالشوكولاته؟ طريقته سهله وبسيطه. هنجيب معلقتين من الكاكاو الخام، انا جايبه كاكاو خام اسباني، انضف انواع الكاكاو الخام عذرا، حلو قوي قوي ما شاء الله، ولازم تنخلوه لانه بيبقى فيه تكتلات يا جماعه. يبقى خدنا معلقتين من الكاكاو الخام، هحط نفس المعلقتين دول معلقتين من اللبن. يعني احنا حطينا معلقتين من كاكاو الخام، هنحط عليهم قصادهم معلقتين من اللبن. طبعا عشان بس يبقى معادل المقدار معايا، ويبقى الخليط معايا مظبوط، ما يبقاش مكتوم كده ومتكتل على نفسه. هنديله ضربه كويسه جدا كده زي ما انتم شايفين. وده قوامه اللي احنا عايزينه، نفس القوام الابيض بالظبط. على قد ما احنا حطينا الكاكاو حطينا قدامه المواد السائله بتاعته. وهنشيل بقى باقي الخليط ده في البوله التانية، وهنكون مجهزين طبعا عندنا الصينيه. انا عامله في صينيه مقاس 28. طلعت ارتفاع الكيك حلوه جدا، وكمان ما كانتش عاليه قوي قوي ولا كانت هابطه. 28 على المقدار ده حلو جدا. طبعا قبل اي شيء لازم نكون مشغلين الفرن دلوقتي عشان الكيك يخش على درجه حراره عاليه. جبت بقى الصينيه بتاعتي ودهنتها كده زي ما انتم شايفين، وبطنتها بالدقيق. وبعدين حطيت في النص بقى البتاعه بتاعت البوله اللي انا بحط فيها الرز، بعمل بيها اشكال. لو ما عندكيش البوله اللي هي الالمونيا دي، ممكن تجيبي القاعده اللي هي بتاعت الازازه من تحت، اي ازازه بيبسي، تقصي القاعده بتاعتها اللي هي تبقى فيها برضو ايه تموجات من تحت كده، وتحطيها مكان البوله اللي انا حطاها دي، وهتعمل معاكي نفس الشكل ده بالظبط. وابتديت ان انا انزل مره بالابيض ومره بالشوكولاته ومره بالابيض ومره بالشوكولاته لحد ما خلصت كل الكميه اللي معايا. وهنشوف دلوقتي عملناها ايه تاني. الشكل اللي فوق النهائي اللي زي ما هيخش الفرن هيخرج معانا شكله حلو جدا. طريقة الكيك سهلة قوي، بسيطة، مقاديرها زي ما انتوا شفتوها على الشاشة، سهلة جدا جدا جدا. كله في الخلاط، مش محتاجين مضرب كهربائي ولا محتاجين عجان ولا الكلام ده خالص. وممكن تعمليها بسباتيولا عادي جدا لو ما عندكيش المضرب اليدوي كمان. خلصنا بقى الخليط بتاعنا وطلع الشكل زي ما انتم شايفينه. وابتديت ان انا اشيل البوله اللي انا حطاها في النص دي بطرف السكينه كده من تحت، وطلعت معايا عادي. هجيب بقى خله من اللي هي بتاعه الشيش طاووق، خلال الشيش طاووق الطويله دي، وهبدا اعمل التموجات دي زي ما انتم شايفين. عاوزين تعملوها رايحه جايه براحتكم، عايزين تعملوها في خط واحد انتوا حرين. المهم نوصل للشكل اللي انتم شايفينه من فوق ده، اللي بيخلي شكل الكيك مبهر جدا.
طبعا الفرن بتاعنا شغال، الكيك بتاعنا هيخش على درجه حراره عاليه 180، ما ينفعش يخش على درجه حراره هاديه ابدا. اخدت مني في الفرن حوالي ربع ساعه و5 دقائق بالظبط، وطالعه معايا زي الفل. اختبرتها وطلعت معايا جميله وما فيهاش اي عجين من جوه نهائي. ربع ساعه و5 دقائق، ما تحاوليش تطولي عليها وما تحاوليش تقلي في الوقت. هتطولي عليها هتتلسع منك من تحت، وهتقلي في الوقت هتلاقيها لسه معجنه من جوه، مش هتطلع منك مستويه نهائي. ده الشكل بتاعنا اللي احنا شفناه، اللي وصلنا له في اخر الخليط بعد ما خلصنا، اللي عملناه بعصايه الشيش. ده كانت جوه الفرن بدات تعلى مني اهي. انا قفلت عليها وما كملتش بقى خالص فتح تاني الا بعد ربع ساعه و5 دقائق. وهنا بقى كنت ده علامه الاختبار بتاعتها، اختبرتها كده زي ما انتم شايفين بالخله، طلعت نظيفه وزي الفل ما شاء الله، جميله جدا. طبعا هنقلبها بقى على طبق التقديم وهنسيبها لما تبرد نهائي نهائي، لانك لو قطعتيها وهي سخنه ممكن تتفرفت منك. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم باذن الله، واتمنى اللي وصل معايا لحد دلوقتي ما ينساش في اللايك والشير والسبسكرايب لمطبخنا مطبخ اميره ومسا سطور، عشان يوصل له كل جديد مننا ان شاء الله. قطعناها بقى زي ما انتم شايفين كده، وهنشوف شكلها من جوه عامل ازاي. تحفه يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، من جوه هشه جدا جدا، وهنشوف شكلها دلوقتي عامله زي الاسفنجيه بالظبط. وكمان كفت كتير، وكمان ما شاء الله عامله معايا حلوه يعني ايه، كتير يعني قطعت معايا قطع كتير ما شاء الله. شايفين عامله ازاي؟ عامله زي الاسفنج بالظبط. وعلى فكره هي كده كمان لسه دافيه معايا، ما كانتش بردت نهائي، بس انا كنت عاوزه اخلص تصوير فقلت اصور لكم بسرعه. وشايفين من جوه بقى التموجات الابيض في البني. ان شاء الله لما تجربوها هتحبوها، طريقتها سهله جدا. الكيك اليومي بيتعمل ببيضتين 2 في الخلاط، انت ممكن تعمليه وانت واقفه الصبح كده اما تشطبي مطبخ، تعملي فطار للولاد مش عارفه ايه، ممكن تعمليها جنب كوبايه شاي وعسل جدا. ان شاء الله لما تجربوها هتحبوها، والوصفه سهله وبسيطه. ونستناكم في فيديوهات اكتر باذن الله وبسيطه، بس ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب لمطبخنا عشان يوصلكم كل جديد. واسيبكم في حفظ الرحمن، ومع السلامه.